بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا فيكم بعد غياب. احنا بقالنا فتره ما بنعرضش فيديوهات طويله عشان الشغل يعتبر الفتره دي قليل. معظم اللي موجود دلوقتي كله 27 بوصه، واحنا بنعمل بيه شورت على كل المواقع عامه. النهارده فضل الرحمن 18/4/2025. النهارده هنعرض موديلات بسيطه من الشاشات ال 27 بوصه IPS 2K فريمليس. من اول كام؟ من اول 4500 الفرز الاول بالقعده والكابلات. عندي موديلين ب 4500، بعد كده عندي موديل ب5، بعد كده في 5 250 لغايه 6000 جنيه. طيب الاول خليني اقول يعني اسعار بقت سهله قوي. الاسعار هي معروفه من 4.5 ل 6000 جنيه، تمام. والموديلات مش كتير قوي، 7 8 موديلات. بس خليني اقول انا كل اللي بيكلمنا في اخواتنا للايديت والجرافيك محتار، انا محتار اختار ايه. فانا دايما بيكون ردي رد واحد: شرفني وشغل كذا شاشه جنب بعض، لانك انت اللي بتحدد انهي شاشه بالنسبه لك مناسبه. جيب صورك، جيب فيديو. لو انت مثلا بتعمل ايديت على صور، بتعمل مثلا ايديت على فيديوهات، انا بقول له شرفني الافضل في شاشه ب 4500 جنيه ممكن تديك صوره يمكن افضل شويه. ده كاقتناع العميل نفسه، يمكن تديك صوره افضل من اللي انا برشحها عليك ب 6000. لان في الاول وفي الاخر انا بتكلم النهارده في شاشات استيراد مستعمله، يعني الشاشه اشتغلت. ودايما بقولها وبكررها دايما، انا مش باخد بالارقام في الشاشات غير لما تكون شاشه طالعه من الكرتونه. لما اقول لك الشاشه دي sRGB 100%، يبقى انا كده بتكلم على الشركه قايلاه ان الشاشه خارجه من الكرتونه. sRGB بتاعها 100%، والادوبي RGB بتاعها 89%، عدد الشمعات مثلا كذا. لذلك الشركات بتدي لك مثلا من 36,000 ساعه لغايه 40,000 ساعه، ان بتقول لك الشاشه دي هتبقى شغاله بالوانها الطبيعيه لمده كذا. بعد الفتره دي اللي هي 36,000 او حسب كل شركه بتقول لك وقت قد ايه. بعد الفتره دي لو الالوان اتغيرت، لو الاضاءه الليدات الكونتراست والديناميك اتغير، فهي الشركه كده خلاص ضمنت لك عدد كبير قوي ان الشركه شغاله بنفس كفاءه الالوان. ولكن بعد الوقت دون وارد وطبيعي جدا ان الشاشه اشتغلت سنين، فالاضاءه تلاقيها مثلا معاك مختلفه، الالوان مختلفه شويه. طيب عندي الاتش بي الزد 27 ان جي 1 دي، طبعا هو احنا بنتكلم على كله بانل ال جي اي بي اس. انا كنت فاكر ان انا مشغل الفيديو، تمام. احنا بنتكلم عموما كله على شاشات كلها بانل واحد، بانل 27 بوصه اي بي اس فريمليس 2 كي sRGB 99%. الشاشتين دول 60 هرتز 2 كي ابعاد 16/9 sRGB 99%. بس هنا في اختلاف شويه. الشاشه دي اصدار 2022، الشاشه دي 2018 2019، يعني دي الاصدار بتاعها قبل دي بحوالي على الاقل 3 سنين مثلا. وارد وانا عامل الفيديو النهارده بالشاشتين دول بس مؤقتا كده قبل الاسعار وباقي الموديلات، عشان العميل يكون مقتنع باللي انا بقوله، ان انت اللي بتحدد وانت اللي بتقرر انهي شاشه افضل ليك. كتير جدا بيكلمني اشحن لي واختار لي وانا واثق فيك وسمعتكم تمام وكل حاجه، بقول له لا معلش، شغل الايديت بالاخص ممكن تاخد شاشه، ابعت لك شاشه حديثه واعلى حاجه عندي وحديثه جدا وعاليه، بس تلاقي الالوان عندك مثلا مش مظبوطه بالنسبه لك. اخواتنا اللي بيشتغلوا مهتمين جدا بالالوان ومهتمين جدا بايديت الصور، وعاوز الصوره تكون طالعه طبيعي نورمال زيها زي الماك او زي مثلا الصوره اللي معاها على الايفون، تمام. الشاشه دي قلنا 2021 2022 شاشه حديثه، وكمان فيها تايب سي. دي فيها 2 ديسبلاي، دي فيها 2 ديسبلاي، دي فيها HDMI، دي فيها HDMI. هنا بقى فيها الحديث تايب سي 3.2، شحن سريع 65 واط. هنا ما فيهاش تايب سي. الشاشه دي ب 4500 جنيه الفرز الاول بالقعده والكابلات. الشاشه دي ب 5000 جنيه الفرز الاول بالقعده والكابلات، يعني الفرق بينهم 500 جنيه. طب الشاشه دي حديثه، الشاشه دي الاصدار بتاعها حديث عن دي، يعني ما اشتغلتش كتير زي الشاشه دي، تمام. الحاجه الثانيه فيها تايب سي، ففرق قليل. طيب اقول لك حاجه، هنا في اختلاف، واختلاف مهم جدا كمان يكاد يكون واضح. الشاشه دي بقى 350 نتس، الشاشه دي 250 نتس، دي 350 شمعه، دي 250 شمعه. هل هيختلف معايا عدد الشمعات في الشاشات؟ دي حاجه اكيده. يعني مثلا عدد الشمعات، لو انا عندي الشاشه دي كمان، الشاشه دي sRGB 100% وادوبي 100%، وفيها كل المداخل الحديثه، والاصدار بتاعها حديث، والشاشه تكاد تكون شبه زيرو، تمام. ولكن بص هنا عندي 250 شمعه.
لما اجي اشغل الشاشتين جنب بعض، وانا عامه ما بتكلمش على القطعتين دول بالاخص، انا بتكلم على الشاشتين، اي شاشتين انا مشغلهم عندي عشوائي، ومع العلم انا مشغل الشاشتين دول الكونتراست والبرايتنس 100%، المود مخليها الاثنين على الناتشورال، تمام؟ يعني مخلي الشاشتين زي بعض عشان تبان الصوره زي ما العميل بيشوفها، او زي ما اللي بيتفرج يشوف الصوره كانه هو موجود قدام الشاشات. ممكن لما تيجي انت تختار مثلا الموديل من عندي ما تبقاش الشاشه دي او الشاشه دي، ممكن يكون شاشه ثانيه، يعني برضو بختار القطعه، انا بختار القطعه، مش كل الشاشات لازم تكون عشان هي موديل HP Z27N G1 يبقى كلهم زي اللي انت بتشوفه ده، هتلاقي حاجات افضل شويه وهتلاقي حاجات اقل شويه، هو ده اللي انا بتكلم فيه، انك شرفني وتست بنفسك. رقم واحد زي ما قلنا مش شرط ما باخدش بالارقام، ادي حاجه حديثه وادي حاجه قديمه شويه، دي اشتغلت اكتر من دي، ولكن هنا في 350 شمعه، هنا في 250 شمعه، هتديني فرق. ممكن حد يشوف الفيديو ان دي افضل، وممكن حد يشوف ان دي افضل، ولكن مين اللي يقرر افضل؟ مش انا اللي بقرر، ولا اللي واقف بيبيع للعميل هو اللي يقرر. اللي يقرر مين افضل فيهم والوانهم مين فيهم اللي مظبوطه هتفيد العميل نفسه. يعني دي نقطة مهمة، عشان أنا كل يوم كل اللي بيكلمونا من تبع إخواتنا الإلكتروجرافيك، في ناس كتير بتكلمني من تبع الأستاذ هشام اتش، أستاذ إسلام ناجي، أستاذ أحمد أبو زيد، أستاذ هيثم في اسكندرية، أنا تبعه وهو واخد منك شغل، وأنا تبع فلان أو أي حد عموما، وإحنا واثقين فيك والناس كلها شارية منك وأنت شاحن وتمام زي الفل، أنا ما عنديش مشكلة. بس برضه في نفس الوقت الكلام اللي بقوله برضه حصل وبقوله عن تجربة، يعني في ناس خدت مثلا شاشة 2K حديثة جدا بس قال لي لا انا الالوان بتاعتها مش مظبوطه معايا قوي، يعني الافضل ان انا اجي، قلت له بس الافضل انك تيجي تشرفني وتشوف حاجه بنفسك، وفعلا الكلام ده حصل اكتر من مره، عشان بس المشوار انت مش عارف تيجي هشحن لك ما عنديش مشكله، بس ممكن انا بقول ممكن في كتير الشحن والناس مبسوطه زي الفل، بس وارد ان في حد ما تبقاش الالوان مظبوطه معاه زي ما هو عايز، فبيضطر يجيب الشاشه ويبدا يجرب كذا موديل تاني وياخد موديل تاني، ودي نقطه مهمه جدا، يعني انا كان نفسي اخلي الفيديو اكد على المعلومه دي عشان موضوع الشحن، تمام؟ في عندنا ناس واقفه بره الفيديو كده كام دقيقه؟ 7:22. طيب 7 دقايق 22. خلاص يبقى نقول على طول الاسعار. هنقول بقى الاسعار اللي موجوده عندنا حتى لو مش هعرض عشان في ناس واقفه بره. عندك ال HP Z27N G1، الشاشات اللي بعرضها النهارده كلها 8 بت عمق الوان، 27 بوصه، IPS فريمليس 2K، في حاجات 60 هرتز، في حاجات 75 هرتز، كل الشاشات فيها HD وديسبلاي وتايب سي ما عدا الموديل ده ما فيهوش تايب سي. عندي ب 4500 جنيه برضو الشاشه اللي هي الجوجل، انا طافي الاضاءه، الشاشه الجوجل اللي هي دي اهي، نفس الشاشه الاتش بي بس احدث فيها، ادي اللوجو بتاع شركه جوجل، وفيها تايب سي وديسبلاي واتش دي ام اي، فيها 2 اتش دي وديسبلاي وتايب سي. دي الفرز الاول بقاعده متحركه والكابلات 4500 جنيه. دي الجي 4 اللي هي 250 شمعه، دي فيها اتش دي وديسبلاي وتايب سي برضو زي ما قلنا 3.2 وانا عامل بيها ريلز امبارح، دي عامله 5000 جنيه. نيجي الحاجه بعديها عامله 5500 جنيه اللي هي اللينوفو البي 27 اتش داش 10، بي 27 اتش داش 10 اهي، ودي المداخل اهي. معظم اللي موجود عندي في اللينوفو، عندك موديلات كتيره جدا في اللينوفو، عندك البي 27 اتش داش 10، وعندك البي 27 اتش داش 20، وعندي الداش 28، وعندي تي نفس الفئه بس موديل التي بدل الحرف اللي هو البي بيبدا بالبي، عندي التي. عندي موديلات كتيره بفضل الرحمن. بدا معايا من كام؟ الفرز الاول هنا برضو 27 بوصه IPS فريمليس 2K تايب سي ديسبلاي HDMI، الفرز الاول بالقواعد اللينوفو المتحركه اللي هي دي، مش القاعده اللي بتشيل الموبايل، بالقاعده دي عامله 5250. الفرز الاول بالقاعده المتحركه والكابلات والضمان على كل الشاشات دي، 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. دي اللي هي داش كام؟ دي اللي هي الداش 10 كام؟ 5250. عندي الداش 28 بيكون اختلاف زياده فيها ان هي فيها سماعات، دي عامله 5500 جنيه. نيجي بقى للداش 20 اللي هي اللينوفو البي 27 اتش، في حاجه هنا منها يا محمود؟ بي 27 اتش داش 20. بص هي اهو تبقى زيرو فريم، وادي زي كده مثلا دي الجي 3 تبقى كلها زيرو فريم، انما بعض الموديلات بيكون هنا ايه اهو الفريم هنا اهو باين كده محمود في الاضاءه، بيكون الفريم هنا بس اهو فيها فريم، انما في موديلات زي
اللينوفو البي 27 اتش داش 20 هتبقى نفس الشاشه كده ولكن زيرو فريم. عندك الموديل الثاني دي عامله 6000 جنيه. الموديل الثاني اللي زيرو فريم الجي 3 اللي هي اتش بي زد 27 يو جي 3. انما دي ايه؟ دي اسمها اتش بي اي 27 يو جي 4، يعني دي احدث كمان من الجي 2 واحدث من الجي 3 ومع ذلك 250 شمعه وارخص 1000 جنيه من بعض الموديلات كتير. عندك ايه تاني؟ زي ما قلنا بفضل الرحمن عندي الجي 2 بس فرز تاني خفيف. عندي كام موديل تاني 27 بوصه بس مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده. المهم في الفيديو ان انا اكدت على موضوع شرفني وتست واستلم بنفسك هيكون افضل ليا وللعميل. عشان في ناس واقفه ورا عمالين يبصوا لنا عايزين يخشوا يشوفوا محتاجين ايه. معلش ما كنتش طولت عليكم. واي سؤال اكتب لي في الكومنت انت محتاج تعمل مقارنه بين انهي موديلين، هعمل لك مقارنه. شوف الموديل اللي انت محتاجه هقول لك سعره. اسالونا في الكومنت على اللي انتم محتاجينه. وكل عام وانتم بخير ونشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد. السلام عليكم.